السلام عليكم حبايبي، إن شاء الله الكل بصحة وعافية وسلامة. حبايبي هنا أنا راح اليوم أشوف لكم المشتريات أو العفو مو أشوف لكم وإنما راح نحكي عن المشتريات وماكو بيت طبعا ما بي يعني ما يشتري، كل من يشتري الحمد لله والشكر خير وبركة. بس شنو راح نشرح الأسعار هنا أنا حبايبي. أول ما نبدي نصلي على النبي، اللهم صل على محمد وعلى محمد. جبت من هذه التمن اني قبل يوم جبت، طبعا كان عروض بي بالايزبير. هذه بدون نشسته وكلوتنسيس، يعني بدون لاكتوز، هيك شيء اكو بالحليب. فاني جبت تشيز، فهنا أنا جبت تشيزين طبعا كلش عجبني. اخليه هنا. من جبته التشيز قبل يوم وطواخت من عنده فعجبني. الكيلو وين طبعا حبايبي على ما اتذكر السعر ب170 او 165 ليرة، يعني الكيلو ب75 او 80 خلينا نقول، يعني 3 او 2.5 للثلاثة بالعراقي. هو بالمحلات العراقية هم تقريبا أسعارها هيجي، بس من طبخت هذا الصراحة كلش عجبني. فجبت قبل يوم تشيز كيلوين، وهسه جبت تشيزين همينة كيلوين وأنا عندي العادي. فالحمد لله والشكر. هذه التمن طبعا وخوما، يعني يوميا نطبخ تمن لا أكيد مع كروني برغل. فهذه 6 كيلوات إن شاء الله، يعني ما عندنا أحد يكفيني الصراحة. وهنا ما أعرف أول مرة من المشتريات رديت أشوف لكم هذه الأوركيدا، أعتقد أبد هذه الأوركيدا طبعا ما أعرف، جبت من عنده. خلي أشوف لكم ليش جبته. طبعا هذه للغرف ما تفيد، خلي نكون صريحين، أسعارهم رخيصة هذولا. فيها 3 شبوك، يعني 3 هيجي من هذه النوعية. طبعا هذه نوعيتها اعتقد بلاستيك او ما اعرف مثل الاسفنج او هيجي. المهم هذه جبتها رخيص تقريبا ب1500، يعني دولار هيجي شيء. جبته طبعا للحمام الصراحة، عندي بالحمام هيجي مخليه مثل ميز او مستواليت، فراح اخليه بالحمام احتاجه. وهنا حبايبي طبعا جبت هذه كان عليه تخفيض همينة قطعتين، هذه ووحدة الصراحة استعملتها بالحمام بيص صابون له. هذه للمطبخ وذيك للحمامات. هذا هم طبعا استعملته وكان سعرهم القطعتين تقريبا ب2.5، يعني كبس طبعا كان. فأنا جبت استعملته هنا مثل ما قلت لكم على مود يعني المطبخ والحمامات واحد يكون، أعرف هذا الشيء. وهنا حبايبي جبت هذه كوبيكل صابون للأطفال، هم تشجيع الابني من يطلع من الحمام حتى تكرمون التواليت أو ياكل أكل بعدها، يعني يفيدني كوبيكل يطلع هيجي مثل الثلج رأسا. فهم جبت له حتى يتشجع ودائما يغسل ايده، خاصة هالفترة من يجي من المدرسة، يعني ما نعرف بالمدرسة يدخلون للحمامات يغسل ايده. اني مخليه وياه كلينس، بس شنو الصراحة هم اخاف. هذه تشجيع للطفل انه رأسا يجي يغسل. وهنا هذه طبعا الليمونة، جبت سلك منديل. طبعا هذولا قلت لكم يعني اسعارهم هذه اعتقد 500-750 كان عليه تخفيض. هذه الكلينس اني عندي بالبيت زايد هم جبت. وهنا جبت بصل، راح نسوي تشيك كفته بصل. واني جبت الصراحه زنجبيل صغيروني، راح اسوي عصير وقلت اخليه بين. هاي هيجي مشتريات بسيطه.
وهنا أنا بنتي اشترت هذه. إذا ما نروح للسوق وما نشتري للماركت وما نشتري قلم مستحيل. هاي ما أعرف بنتي جايبتها القلم. وهنا جبنا هذه الجبن، طبعا سعرها هذه 350 غرام أو 360 100 ليرة، يعني 2.5 أو 3000 عراقي، 3000 عراقي أعتقد. يعني احنا راح نحكي انه اللي يقولون كلش غلاء بالتركيا، بتركيا العفو، ما اعرف ايش بيه، يلا اعذروني. بتركيا اكو كلش غلاء وكذا، صح، بس لازم انه احنا نشوف الماركتات. طبعا اكو ماركت هسه راح اشوف لكم انه هذه العصيرين احنا جبناه، خلي اشوف لكم. هذه العصيرين جبته $1 تقريبا، الفراولة والفستق $1. هذه الماركة واحد. اكو ماركة ثانية بغير ماركتها، طبعا يعني ما اريد انطي اسامي، نفسه 750، يعني اقل من هذا السعر. احنا اخذناه بهذا الماركت $1، فاكو فرق. يعني وين نجيب اثنين قطعتين $1 وين الوحدة $1، فاكو حسب الماركتات وحسب المناطق. هنا جابوا شيبس، وهنا هم شيبس. هنا راح اخلي الغراض هنا طبعا. واني قلت لكم قبل يوم الحمد لله والشكر كنت متسوقة همينة، وهذه ثاني يوم رحت، لانه الصراحة كل 10 ايام او 15 يوم اتسوق للبيت. اما مثلا هسه هذه جبتها جامبيزة للجامات، هذه يمكن بالسنة مرتين اجيب من عنده $1، يعني مو هالقد استعمله للشبابيك. والشبابيك مو اني الصراحة مو كل شهر امسحهم، كل شهرين او 3، الا اذا كان مطر اجيب يعني شو اسمه امسح. فاكثر شي بالسنة 3 مرات اجيب. وهذه الكيل الشعرية طبعا كان عندي بس كلش خليط، بس هم جبت. وهنا جبت هذه الكوفريت الاطفال جابوا. وهنا حبايبي هذه النسكافيه طبعا هم جبناه. والصراحة ما أعرف بعض المقاطعات، إذا عليه مقاطعة اكتبوا لي حتى مرة ثانية، حتى لو يعجبنا الطعم، حتى لو رخيص ما نجيب. وهنا هذه شكر فانيليا أنا جبته أحتاج. وهنا الشوكولاتة صوص طبعا هم عندي، وهم جبت شفته بالتخفيض، بس ما أعتقد شو اسمه مقاطعة هذولا. نجي هنا حبايبي إن شاء الله الاستكان مالتي ما انكسر. هنا حبايبي جبت هذه طبعا مثل ما قلت لكم هذه الماركت بالبيم جبته $1. اما بغير ماركتات اللي ما يعرف $2، ايه بالضبط $2. وانا جبت هذه $1 نفس الطعم، منك هم مشتريه. وهاي هذه تصادف صار طبعا لقيته واجا، وهسه بعد مستمرين بيه، وان شاء الله ما يقاطعون، يعني دائما يجيبونه لانه كلش نحبه. وهنا جبت معجون، المعجون تقريبا ب2000. هذه النوعية دائما اجيبه قبل 14 أو 13 سنة، أنا دائما أجيب هذه الماركة وسعرها مناسب الحمد لله والشكر، وما يعني شو اسمه. وطبعا أنا عندي بالثلاجة أبو الكيلو ونص خابطتهم، واحدة من هذه وواحدة فلفل، وهذه أريدها السادة جبته. وهنا حبايبي جبت 2 من هذا بتكسل مارجرين وراح اشوفكم هم شي، بس شويه راح اخلي هذه الكاميرا هيجي حبايبي، خليتها بالثلاجه حتى اشوفكم انه ايش جبت من وياي.
يعني قلت إلى ما أني أصور أخاف يعني. هو لبن وجبن، هاي الصراحة أشوف لكم. جبت هذه القشر، هم كان عليه تخفيض. وهنا جبت هذه الصوص، ما أعرف والله اسمها صوصي، ما أعرف. هذا أبي كلش يحبها طبعا، يعشقها. وهنا جبت الزيتون، وزيتون أسود عندي همينة بالثلاجة. وهنا أعتقد شوفت لكم هذه الجبن، أني أحبه. حبايبي راح أشوف لكم هذه الصوص. هذا لا مو هذا، خلي أنزلكم هذا. طبعا هذه الموجودين بتركيا بالبيم، يخبل يجنن كلش طيب. طعمه احنا اول مرة جبنا الصراحة، اني ما صورته، يعني الشيء اللي ما واثقة من عنده ما اقدر انه اقول كلش طيب وكذا. فهذه خاصة اللي يحبون يعني تقلاء البوتيتو ويا الكاتشب، فهذا كلش طيب همينه. هذه هم طيبة ويا البوتيتو بس، او الفنجر، هذه بعد اطيب. اخذوا من عنده وادعوا لي، مو اعلان ولا شيء، مو عبالكم اسوي اعلان. خليني تجيني هنا عود بعدين ألملم، لا تقولون هيك ذبيت، لا. وهنا جبت هذه اللبن، هذه كنت مخليتها بالثلاجة على مود خفت. قلت شو اسمه، البيت حار فأخاف يخرب أو شيء يصير بيه حموضة، خليته رأسا بالثلاجة. وهنا ما أعرف عجبني، هذه كان تخفيض عليه، جبت استكان. حسيت انه محتاجة للاستكان للبيت. وهنا يا حبايبي هذه الاسباجيتي. طبعا هذه الاسباجيتي يعني يجوز بالشهر مرتين اجيب من عنده، مرتين، لانه مو مهلبي. بس اذا اقول لكم مثلا الاندومي اجيبه، لا والله ياكلونه بدقيقته، بس الاسباجيتي لا. هذه حبايبي شوفوا جبته، عبالي ماكو وياه. هذه ويا مال التقطيع. هم كلش يفيدني للأطفال، إنه هذه يكفيني شهر أو حتى يجوز شهرين، لأنه أنا ما عندي شيء. جبته 2500 هيجي، وأكو نوعيات 4 و5 أعتقد على مود المتر. هذه 100 متر جبته، كافي عليه يعني، زايد مو ناقص. وهنا هذه الحلوة بينر هلبسة، يجنن طعمه. جبناه $1. خلي أقول لكم يعني الأسعار. طبعا احنا عائلة بسيطة، شو أقول لكم، يعني الحمد لله والشكر ما مقصرين نشتري. طبعا أكيد هنا أنا ما مشترية لحوم ولا مشترية سمك. قبل اليوم جمعة كان يمنا الثلاثاء، طبعا سوق الثلاثاء تسوقت الخضروات. رحت المغرب، مثل ما تعرفون بسوق الخضار المغرب كلش يصير رخيص الأسعار عامة. فأني أروح القريب المغرب، فمن رحت شفت همسي بلغة العالم ملتمة دا يشترون، ويعني بكميات. فأني هم دخلت بينهم، قلت شكو، قالوا حمسي ب50 ليرة. شفت العالم والله تشتري، أني همينة ليش أكذب عليكم، إنه شفت السعر رخيص ومناسب ودخلت وياهم، جبت كيلوين.
الكيلو الأربعاء بما كان عطلة بتركيا، الكل يعرف عيد الوطني، فكان فرصة. قعدت نظفته، خليت كيلو نظفته كامل وخليته بالمجمدة، والكيلو الثانية خليته بالفريز مال الثلاجة حتى أقعد الصبح من الوقت إنه من أحضر ريوق أطلعه. المجمدة تعرفون شوية يعني صعب الأموعة وهاي. فالمهم الأربعاء قعدنا الحمد لله والشكر، أنا دا أحضر ريوق وطلعت الحمسي إنه أنا منظفته، فسوينا الحمد لله والشكر. وهم راح أنزل شوفوا شلون سويت الطريقة مال الحمسي أطيب من المطاعم. طبعا أكو يمنا مطعم براس فرعنة يسوي حمسي، ويمه أعتقد صمون أو صمونين صغار جبنة وزلاطة هلقد، يعني هلقد. هذه الماعون كبيرة، هذه الماعون كبير، والحمسي اللي بيه يعني كيلو أو أقل من كيلو كان. وتاخذينه للبيت ب450 ليرة. أما إذا تقعدين بالمطعم تاكلينه 900 أو 850. فإحنا جبناه صراحة للبيت وحتى ما عجبنا الطعم زين. فأني سويت بالبيت. هنا أنا مختصر الكلام إنه كل مرة هي مدبرة، تعرف شلون تدبر حياتها أو أمورها. الحمد لله والشكر. طبعا أني هم يعني هذا الحكي للبنوتات، أني هم من كنت جديد متزوجة والله الصراحة ما أعرف، فشوية شوية تعلمت إنه يعني إنه إحنا مو كل أسبوع أو كل شهر ناكل مطاعم وكذا، لا الصراحة يعني. فأني همينة جبت كيلوين، شفت رخيص السعر، كيلو سويته وسويت الزلاطة والتمن وأشكال، وزوجي وأطفالي عجبهم وأكلوا، وزوجي قال عاشت إيدك. ويعني لو يجوز غيري مثلا هو يقول جيبي من المطعم، بس أني ما أقبل، ضميري ما يقبل الصراحة. وخاصة إحنا عائلة يعني على قد حالنا. فالحمد لله والشكر. هنا أنا حبايبي جبت هذه شو اسمه عرب صابونة، أريد شوية أنظف أمسح البيت. هم ريحته صح شوية قوية، مو شوية قوية، بس نخلي منه كلش قليل حتى أمسح البيت، أغسل شوية الحمامات تكرمون، ويعني البيت يتعطر. هنا أنا حبايبي بعد شكو دا أشوفكم يعني هذه المشتريات والأسعار. طبعا هنا أنا زوجي هم اشترى هذا، ابني اشترى هذه، ابني كل شيء يحب هذا الشيء. وهذه والله بيزلق، هذه للبيض الصراحة، هو بيزلق أما بيليش ديلم احنا لكن شو اسمه نستعمل ويا البيض. استعمل هذه بالبيتزا وتقلى لانه ابني كلش يحب هذه، وزوجي يحب شو اسمه على البيض. وانا حبايبي طبعا بالطريق اكله. وهذه همينه كلش سعرها مناسب للاطفال، وللعلم طعمها كلش رهيب. اني همينه اول مره دا اجرب من عنده. اطفالي دائما يقولون اما çok ضاد güzeldir يعني كلش حلو هيجي. فصراحة ما أحب هيجي السوالف. فهيجي ضقت واحد قالوا ودي يلا أنا هات رمسجن هات رمسجن، قلت لهم يلا اعطوني. فعجبني وأسعارها كلش مناسب، أخذوا للأطفال همينة. وإذا أكو شغلات أنتو مثلا مجربينها هم اكتبوا لي، يجوز إحنا ما نعرف، لأنه تعرفون أشكال ماركتات موجودة، أشكال أنواع موجودة يومية، شي ينزل بالسوق يومية. فإذا أكو شغلات يعني قولوا لي أنا هم أجيب. هنا هذا هنا قمت ما أعرف تعبت يعني ما بقى شي. هنا جبت 2 شو اسمه الصودا، هو شو اسمه قرتوت، مو صودا طبعا بس بيها صودا يعني اللي يعتقد غازل يشجك. قرتوت التوت يعني توت الأسود، بس
على شكل غازوس، يعني مثل البيبسي خلينا نقول مشروبات. وهنا هذه ابو التفاحة جبنة. انا طبعا دائما اجيب السودا ابو الليمون، بس ما اعرف هالمرة هي اشترادوا، قلت لهم كيفكم، يعني هذه من حكي. وهنا اخر شيء ان شاء الله، اخيرا وليس اخرا، اخرا وليس اخيرا، هنا طبعا كان بالتخفيض. ما اعتقد هذه مقاطعة بنات، لانه هذه ماركة تركية، واعتقد معملها موجود همينة يم المطار كاكاولو، والله ما اعرف، ما اعتقد مقاطعة. سعرها كان كلش مناسب، ب95، 5.5 هيجي شي. فاني هذه كلش اعشقها، اموت عليها. خلي شوية من بين هاي الشغلات كل لهم، خلي هاي هم الي يصير صح لو لا، يعني انا هم الي حق. وهنا حبايبي هذه يما اتحرك الكاميرا. وهنا حبايبي هاي هم جبناها كان بالتخفيض، اوراق مال استنساخ، لانه اجى البنتي جهاز استنساخ هدية. ف احنا همينة جبنا الاوراق حتى بالبيت بعد تستنسخ. وهنا جبنا هذه المعجون كلش زين. هنا حبايبي خلاص مشترياتنا، لو اشوف لكم خلف الكواليس الهوسة، بس يلا عذروني كله خليته هنا. عادي ماكو شي، هسه ألمهم ان شاء الله. حبايبي لي هنا مثل ما شفتوا انه هذه الفيديو كان اشرح لكم السعر المشتريات بتركيا. الحمد لله والشكر، يعني قلت لكم حسب، مثلا اني جبت هذه الجبن مثل ما تشوفون، وطبعا قبل يوم اني كنت متسوقه، يعني ما اقدر اشوف لكم انه هذه راح اسوي بي انواع المعجنات. عندي ابو شو اسمه، هذه جبتها همينه اشتريته اطفالي، يعني مو هالقد. طبعا قبل يوم شوفوا ايش جبت همينه، يعني هذه مو من مشتريات انه كله اني اشوف لكم اياه، بس اخاف هسه تجيني وحده او واحد يقول انت ايش متسوقه، شنو يعني هاي هالقد. حبايبي اني هذه اليوم صورتها لكم. شوفوا مثلا امبارحه جبت العسل، بعدني ما فاتحته، بس هذه مو من يعني انه اني اشوفكم اليوم، اني بس صورت لكم انه اليوم ايش جبت. مثلا امبارحه جبت هذولا، هم كان بالتخفيض. كل ما اروح للماركت واشوف تخفيضات اجيب انه اذا يفيدني. وجبت هاي هم جبن، هسه تقولون جايبه جبن واحد ويعني تقول جبن، لا جبت هذه يعني، وهذه خير من الله، الحمد لله والشكر. اكو ناس مو قنوعين حبايبي. وين انا اطفالي شوفوا همنا جايبين من هاي قبل يوم وكسروه واكلوه. وطبعا جايبه حليب، يعني ما يحتاج انه اني اقول جبت هذه واشوف لكم الثلاجة، اشوف لكم كذا، لا فقط مجرد انه اني بس خلي شوية اعدل. شرحت للي يريدون من عندي الاسعار او اسعار هناك شلون شنو. حبايبي مثلا اللحم الدجاج هم اسعارها الحمد لله والشكر زين، وهذه هم راح اسوي له تصوير. حاليا عندي دجاج الحمد لله والشكر، لحوم. ولو اشوف لكم انه اني هسه بالبالكون مسويه باكه، طبعا خليته بغاز صغير الحمد لله والشكر. فقلت خليه من الليل نصيت جواها الى ما اني اسوي فيديو. هو همينه يفور لانه احنا نسوي الباتشة من الليل. ومثل ما قلت لكم جبت سمج
يعني الصراحة مصروفنا الشهري خلي نقول انه الحمد لله مثل ما قلت لكم انه اني مقتصدة. اولا هذا الشيء افتخر به ومو فد شيء يعني عيب، وما اقصر ويا اطفالي. شي يريدون اجيب لهم. آه من ناحية المنظفات ابد اقصر باكلي، بس ما اقصر بالمنظفات. الصراحه هذه صراحه يعني كلش احب، يعني من اشوف منظفات بالتخفيضات هاي اجيب ابدا. فلوسي لو كلها اخلي للمنظفات عادي بالنسبه لي، يعني ما انقهر الصراحه. بس اذا اجيب اكله اني انه ما اكلها، اخاف على معدتي ويجوز اذبه. يعني استغفر الله، يعني ما اعرف شو اقول لكم، انه اني ما اكل، انه ما مجبوره انزل المعدتي اذا ما يعجبني هذا الاكل. بس اني اخذ شغلات انه هذا الشيء يعجبني. اخذت تمن، ما اخذت زيت لانه زيت عندي والبقوليات كلها عندي الحمد لله والشكر خير من الله. فلينا انا حبايبي، مثل ما قلت لكم العائله وسط يعني حسب. بس أنا دا أقول لكم إنه إذا نقتصد شهرية 3 أوراق الصراحة. يعني لأنه عندك بالأسبوع أقل شيء 1000 ليرة للخضروات. الخضروات ال1000 ليرة ما شاء الله تجيب كل شيء وكلا شيء، وخاصة المغرب السوق الحمد لله. أما من ناحية الملابس القماصل والله الشغلات، يعني اكو شغلات غالية وماركة صح، هاي واحد صح، غلاء غلاء. اما من ناحية الاكل الحمد لله والشكر ما حد مميت من جوعه ولا. يعني خاصة احنا عائلتي مو هيجي نحب بطلنا، يعني لا يعني عادي، ما نحب بطلنا، بس هسه مسويين باكر. انه باكر زوجي بالبيت حتى يحب الباكر. لا يعني نحب ناكل، بس انه مو يومية لحوم، مو يومية دجاج الصراحة. يعني هذه فشي. وما اعتقد الكل، انه اني احكي على الرواتب المحددة. ماكو اي شخص يجوز حتى لو عنده ما مو يومية ياكل لحوم اصلا مضرة. فاكو دا نشوف يعني بالتعليقات او بالفيس دا يفترون غلاء فاحش، كل شيء ما نقدر نشتري كل شيء. حسب الرواتب، حسب الرواتب. اذا انت راتبك اقل شيء 30، خلينا نقول قاعد ببيت 10، و10 مصروفك، و10 الفواتير ما تروح ل10، 5 يعني الحمد لله والشكر، يعني ندبرها من الشهر للشهر. فهذه الدخل المتوسط، مو متوسط العفو، المحدود اللي هو بتركيا معلوم عسكري أجرت. أما إذا كان فوق العسكري لا والله هذا عايش أحسن عيشة وما يهم الغلاء. أما مع احترامي اللي قاعد يوم يشتغل ويوم ما يشتغل ويدور منا ومنك، هذا راح أكيد يقول ماكو وشغل ماكو. لا شغل هواية الحمد لله والشكر. لو يروح يشتغل بالإنشاءات ياخذ أكثر من العسكري. لينا حبايبي دوختكم إن شاء الله. افتهم المقصود، كل من حسب دخله. يعني ما أقدر أقول لكم أني أصرف هالشهر 4 أوراق أو 5 أوراق، يجوز غيري ما عنده هذا المبلغ. أني بس أقول لكم إنه على الأقل على الاقتصاد خلينا نقول، إذا ماكو بيه لحوم دجاج والله حتى يمشيها بورقتين، زين بورقتين. أما إذا بيها لحوم أسماك دجاج تحبون، يعني فدت 3 أوراق بس بالاقتصاد. اقتصاد. أم البيت هي مقتصدة وإدارية إن شاء الله. لينا حبايبي إن شاء الله عجبكم الفيديو، طولت عليكم اعذروني لأنه أكثر رسائل تجيني اشرحي لنا الأسعار بتركيا. هاي الأسعار بتركيا حبايبي. والمستشفيات طبعا ما أعرف الجماعة الإقامة، احنا مجنسين. مستشفياتنا الحمد لله والشكر مجانية. لينا حبايبي لا تنسون اللايك والاشتراك بالقناة. مع ألف سلامة.